السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض فكرة حلوة جدا للعشاء او الفطار. كمان ينفع تحطوها في اللانش بوكس، سهلة جدا وبسيطة، وفي 3 دقايق بالظبط هتحضروها. بلفة جلاش واحدة هنعمل حلو وكمان هنعمل حادق. فتابعوا معايا الفيديو النهاية عشان تشوفوا كل التفاصيل، وبجد هيعجبكم جدا جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني. اول حاجه انا معايا هنا لفه جلاش وزنها حوالي 400 جرام. نتاكد كده ان هي تكون فكه تماما من التجميد لو كانت مجمده. وبعد كده بفردها وبغطيها كده بفوطه عشان ما تنشفش مني اثناء ما انا شغاله. هركنها كده على جنب وهبدا كده اخد ورقه ورقه واحطها قدامي. انا هعمل حوالي 8 فطاير بلفه الجلاش دي، 4 حادق و4 حلو. تمام. اخدت ورقه كده وسيحت معايا كده شويه من السمنه. تمام. وهبدأ كده ادهنها دهنة خفيفة كده من السمنة زي ما انتوا شايفين. لو حابينها تكون اقتصادية اكتر ممكن بالزيت، بس السمنة بتديها طعم احلى. تمام. دي كده اول طبقة معايا. احط عليها طبقة كمان. هنعمل كل فطيرة عبارة عن طبقتين بس من الجلاش عشان هنسويه كده في الطاسة بسرعة جدا وبسهولة. فمش عاوزينه يبقى كتير عشان يستوي معايا بسرعة. تمام. كده بدهنه كويس جدا، ويعني مش كتير بس بدهنه كويس، يعني بدهن كل الورقة بالسمنة. بعد كده الحشوة زي ما انتوا حابين. انا بحب الميكس ده قوي، اني بحط كده شريحة من اللانشون، اي نوع لانشون بتحبوه، وبحط عليه كده فلفل الوان احمر واصفر او اخضر ايا كان، وبحط شوية من الجبنة الموتزاريلا، لو عندي جبنة رومي كمان بحط معاها. تمام. بعد كده ببدأ اقفله شكل الظرف زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص على كده. شايفين سهل جدا جدا. طبعا الحشوة تقدروا تشكلوا فيها زي ما انتوا حابين، يعني تقدروا تحشوها لحمة مفرومة، فراخ، سوسيس، اي حاجة حابينها. مثلا قطعة كده بسطرمة مع شوية طماطم مع فلفل، اللي انتوا عايزينه. اي حشوة انا بديكوا الفكرة وانتوا نوعوا فيها زي ما انتوا عايزين. الفكرة دي سهلة وبسيطة جدا بجد. انا بجهزها في يعني في وقت قليل قوي قوي يكون جاهزة معايا للفطار او العشاء. بتكون حلوة جدا وتنفع غدا والله كمان، خصوصا بقى لو حاطين فيها لحم مفرومة وكده. زي ما انتوا شايفين اي بواقي جبن عندك، اي بواقي لانشون، بسطرمة، اي حاجة موجودة عندك في التلاجة تنفع وبتكون حلوة جدا جدا. بس انا بحب الميكس ده، طعمه مع بعض بحبه جدا جدا. بنقفل عليها بنفس الشكل ده. وهوريكم برضو تقفيلة تانية لو مش حابين التقفيلة دي، يعني في كذا طريقة للتقفيل، بس هوريكم الطريقة التانية دي في الجلاش الحلو. بركن كده الكمية كلها. عملت 4 فطيرات بالشكل ده كده من الحادق، وهعمل كمان 4 من الحلو. اخدهم بقى كده جنبي واحطهم في طبق وبغطيهم كده بفوطه لحد ما ابدا اسويهم واحده واحده. فعشان ما اجيش اسوي حبه يكون التانيين نشفوا معايا، فبنغطيها بفوطه. تمام. بعد كده هنعمل الحلو برضو بنفس الطريقه، بس هتبقى بطريقه تطبيق مختلفه عن الطريقه اللي عملناها. برضو بنفس الحكايه بدهنها كده دهنه خفيفه كده من السمنه. اتاكد ان الورقه كلها اتدهنت بالسمنه، بس دهنه خفيفه خالص، يعني معلقتين سمنه كبار يعني هيغطوا معاكي الكميه كلها. زي ما انتوا شايفين بحط طبقة كمان، يعني كل فطيرة بعملها بورقتين 2 بس من الجلاش. بعد كده هطبقها بقى زي ما انتوا شايفين كده على 3، يعني اقسمها على 3، وبين كل واحدة والتانية بدهن كده دهنة برضو خفيفة خالص من السمنة، وبرجع اتنيها 3 تاني، يعني 3 في 3. زي ما انتوا شايفين كده عملت واحدة، وعملت باقي الكمية بنفس الطريقة. هنبدأ بقى نسويها على النار كده في طاسة تكون سخنة، وبدهنها برضو دهنة خفيفة زيت او سمنة. وهبدأ كده اسوي معانا الجلاش. كده بسوي الجلاش الحادق الاول. تمام. يفضل يكون لصينية، يعني يكون كل نوع في صينية لوحده او في طاسة لوحده، عشان الحادق ما طعمه ما يكرفش على الحلو. تمام. انا سويت الحلو الاول وبعد كده الحادق، لان الحلو مفهوش اصلا حشوة، عشان ما يكرفش. يا دوبك بياخد كده لون ذهبي حلو من جهة، بنقلبه على الجهة التانية بيكون استوى معانا. بس نخلي النار متوسطة، ولا هي هادية قوي ولا هي عالية قوي. زي ما انتوا شايفين ما بياخدش وقت خالص على فكرة، في ثواني هيستوي معاكي، وخصوصا لو حتى طاستين قصاد بعض. هحط كده تاني واحدة وهسوي كل الكمية بنفس الطريقة. بعد كده هنا انا كنت بسوي الحلو. انا طبعا سويت الحلو الاول، بس انا مرتبه لكم المقاطع ورا بعض عشان طبعا الحلو مفهوش حشوة خالص. طبعا هنحط الحشوة بعد التسوية وهتشوفوا ازاي.
زي ما انتوا شايفين هحط كده 2 جنب بعض. التطبيقه دي كده سامحالي ان انا احط 2 جنب بعض، وهسويها برضو بنفس الطريقه، تاخد لون ذهبي من جهه نقلبها على طول على الجهه التانية. الميزة بقى في الجلاش ده انك تقدري تتحكمي في الحشوة بعد التسوية، يعني كل واحد يقدر يحط الحشوة اللي هو حاببها، زي كده فكرة الوافل لما بنشكله كده على مزاجنا بعد التسوية، فبيكون حلو جدا جدا. كل واحد يحط الصوص اللي هو حبه، وهوريكم الطريقة اللي انا بحبها اللي هي زي بتاعة جداتنا زمان، بجد حلوة قوي قوي، اللي هو بيكون مسقي حليب. زي ما انتوا شايفين خد لون كده من جهة، بقلبه على الجهة التانية وبتلاقوه كده بدأ ينتفخ معاكم زي ما انتوا شايفين، عشان هو فاضي من جوه فبينتفخ كده وبيكون حلو جدا جدا ومورق. بعد ما بيستوي معانا ببدأ كده اطلعه في طبق، والحشوة لازم تتحط عليه وهو سخن. تمام، هتشوفوا معايا دلوقتي هسقيه بالحليب. هطلع بس كده الكمية، انا عملت 4 زي ما قلت لكم. هطلع كده الاتنين دول وهحط 2 مكانهم زي ما انتوا شايفين، وهسويهم بنفس الطريقة. مفيش ثواني على الجهة دي وثواني على الجهة دي، بيكون استوى معانا وبقى جاهز. لو حسيتوا كده ان الطاسة نشفت معاكم ادوها برضو كده دهنة صغيرة من السمنة او الزيت، عشان برضو ما يلزقش او يتحرق منكم. كده دي كده كل الكمية اللي طلعت معايا، 4 من الجلاش الحلو وكمان 4 من الجلاش الحادق، وطبعا على حسب عدد الورق بتاع لفة الجلاش نفسها اللي انتي مستخدماها. بعد ما حطيتهم كده في الطبق وهم سخنين، ببدأ كده اجيب نص كوباية من الحليب. لو حابينه يكون من غير سكر تمام، حابينه بالسكر برضو مفيش اي مشكلة، بيكون حلو جدا جدا. انا بحط الحليب سادة خالص، وبعد كده بحط سكر بودرة عشان مش عاوزة الحاجة تكون مسكرة قوي. لكن لو انتوا بتحبوا الحاجة تكون مسكرة، حلوا الحليب نفسه بالسكر قبل ما تضيفوه على الجلاش، بيكون حلو قوي قوي. وتقدروا بقى تحطوا طبعا صوص شوكولاته، تقدروا تحطوا صوص كراميل، اي صوص تحبوه زي الوافر بالظبط كده. التشكيل كده على حسب ذوقكم. تقدروا كمان تحشوه من جوه قبل ما تسووه، بيكون برضو حلو جدا جدا. ده كده الجلاش الحادق، شايفين حلو قوي، الجبنه سايحه كده وجميله، هيعجب ولادكم جدا. وممكن كمان تحطوه في اللانش بوكس، بس طبعا مش بفضل ان احط الحلو في اللانش بوكس، ممكن احط الحادق بس. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. حطوا له لايك لو عجبكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل. سيبوا لي كده كومنتوا حلو منكم عشان ارحب بيكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه حبايب قلبي.